الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم. وكان فضل الله عليه عظيما ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تقربنا بها زلفى إلى يوم القيامة. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله شفيعنا يوم القيامة. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين
وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان وإسلام إلى يوم الدين وسلم تسليما. ثم أما بعد، أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن خير ما نتواصى به في هذه الدنيا الفانية هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين ولنا معهم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. عباد الله، إن الحياة الطيبة السعيدة والعيشة الرضية الهنية هي مطلب جميع بني البشر، يسعون لتحقيقه ويبذلون كل ما يملكون لأجل إدراكه وتحصيله، لكن الكثير والكثير منهم قد أخطأوا طريق السعادة الحقيقية، قد أخطأوا طريق السعادة الأبدية. فمنهم من يرى أن السعادة كل السعادة في جمع الأموال والمكاسب والثروات والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وغير ذلك، ومنهم من يرى أن السعادة كل السعادة في ارتقاء المناصب والوجاهات، ومنهم من يرى أن السعادة كل السعادة في كثرة الأولاد وصحة الأجساد وعظمة البناء والعتاد، ومنهم من يرى أن السعادة عبارة عن ضحك ولهو ولعب وإمضاء وقت في القيل والقال وغير ذلك. أيها المسلمون، السعادة من كان قبلنا من العصور الذين ذكر لنا الله سبحانه وتعالى قصصهم في القرآن الكريم حتى نعتبر ونتعظ، لأنهم طلبوا السعادة من غير طريقها فذاقوا وبال الدنيا والآخرة. فهذا فرعون، ومن منا لا يعرف فرعون وجرمه؟ آتاه الله سبحانه وتعالى الملك وملكه على أرض مصر المباركة، حتى أنه قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ لكنه ظن أن السعادة فقط هي في استعباد الناس واسترقاقهم وجعلهم عبيدا له من دون الله. قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وقال لهم: أنا ربكم الأعلى، فانظروا إلى العاقبة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وهذا قارون، ومن منا كذلك لا يعرف قارون. آتاه الله سبحانه وتعالى الدنيا بأجمعها، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لكنه تجبر وطغى وأخطأ طريق السعادة، فظن أن السعادة كل السعادة هي في المال والثروة. فجاءه الرد من الله، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهذا الوليد بن المغيرة الذي آتاه الله كثيرا من الولد وكثيرا من المال، فتكبر وطغى على الله ورسوله، وظن أن السعادة كل السعادة في كثرة الولد وعظمة النسب. فجاءه الرد من الله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. وفي زماننا وفي هذا الزمان المليء بالفتن نجد أن كثيرا منا قد أخطأ طريق السعادة، فمنا من ظن أن السعادة في التعامل بالربا وأخذ الرشاوي والخديعة والخلابة والاختلاس والزور والبهتان والاحتكار وغير ذلك من الأمور، حتى وصل بالبعض إلى أن يبيع الحمير في أسواق المسلمين
ابتغاء دراهم معدودة، سعادة مؤقتة، وعذاب مقيم أبدي سرمدي. معاشر المسلمين، إذا كان كل ما ذكرناه ليس سعادة، فما هي السعادة؟ السعادة هي قول الله سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. السعادة الحقيقية هي نجاة رقابنا من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. السعادة الحقيقية أن ترضى بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. السعادة الحقيقية أن تتبع هدى الله سبحانه وتعالى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. السعادة الحقيقية هي أن يكون قلبك مطمئناً، ونحن في زمن المنغصات وزمن القلق وزمن الفتن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السعادة الحقيقية هي طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس الفقر هو التعاسة، وليست المسكنة هي التعاسة، ولكن التعاسة كل التعاسة أن تلقى الله سبحانه وتعالى وما هو براض عنك. فعلينا معاشر المسلمين أن نوجه عقولنا وأفكارنا وقلوبنا وأفئدتنا إلى طريق السعادة الحق، ألا وهي طريق الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله الحليم الكريم لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله سيد السعداء. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. يقول قائلهم: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى كثيراً من المشتهيات التي تشتهيها أنفسنا في هذه الدنيا، قائلاً: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم بين لنا الله سبحانه وتعالى مآل ذلك كله ودرجته ومقداره عند الله سبحانه وتعالى، فقال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فإياك أيها المؤمن أن يكون مبتغاك وسعيك هو زينة الحياة الدنيا، فقد قال الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فكفانا خدمة لهاته الأجساد الفانية، كفانا خدمة لهاته الأجسام البالية. يا خادم الجسم، يا خادم الجسم، كم تشقى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فاللهم إنا نسألك أن نكون من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تحقق لنا طريق السعادة التي ترضيك وترضى بها عنا وترضي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح بين يديك يا رب العالمين.
اللهم حببنا للقائك وحبب لقاءك إلى قلوبنا. زين لنا الإسلام، زين لنا الإيمان، زين لنا الإحسان، كره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من السعداء الراشدين الهاديين المهديين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليهما من قول وعمل. نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك وعبادك الصالحون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك طلب الحلال في الدنيا، نسألك طلب الحلال في الدنيا، نسألك طلب الحلال في الدنيا، فإن رسولك صلى الله عليه وسلم قد جعل لنا الحلال بينا والحرام بينا، وجعل بينهما أمورا مشتبهات. فنسألك يا رب أن تنزهنا عن المشتبهات، وأن تنزهنا عن الحرام، وأن تحقق قلوبنا وبطوننا وأفئدتنا بالحلال يا رب العالمين. ثم صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه. فاللهم اجعلنا بالصلاة على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد من الفائزين، ولحوضه من الواردين الشاربين، ولطاعته وسنته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، وارزقنا بيده الشريفة شربة هنية مرية لا نظمأ بعدها يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرني وإياكم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهاني وإياكم عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظني ويعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. يغفر